بعد هذا الهدف. وشاهدنا وهذه صور مباشرة الآن، واحد من الجماهير نازل من خلال هذا الشمروخ إلى أرضية الملعب. كما نتابع هذه الصور المباشرة من استاد بورسعيد، ويحاول بالطبع رجال الأمن السيطرة على الموقف من خلال إطلاق أيضا الألعاب النارية. كما تتابعون هذه الصور الذي لا نحددها، كما نتابع وكما نرى في هذه الأثناء الصور. يبدو أن الأمور تتفاقم شيئا فشيئا في هذه الأثناء من خلال هذه المدرجات، من خلال إطلاق الألعاب النارية بشكل مباشر إلى استاد بورسعيد. كما تتابعون مشاهدينا الكرام هذه الصور، وهو نزول أحد الجماهير إلى أرضية الملعب، وربما مناوشات مع بعض جماهير النادي الأهلي، ولكن هذا الشيء غير لائق ولا نريده. المباراة بدأت من خلال الروح الرياضية نتمنى أن تستمر، ولكن لا نريد أن نرى هذا المنظر المشين والمنظر الذي لا يعبر سوى عن سوء سلوك من بعض الجماهير. كما تتابعون مشاهدينا الكرام، لأن هذا الأمر كما نتابع وكما تتابعون الصور نراها أكيد شيء مزعج جدا. نرى هذه الصور التي أمامنا مشاهدينا الكرام بشكل مباشر من استاد بورسعيد. أي تعليق كابتن طارق حول هذا الموضوع المؤسف؟ يعني انت قلت كلمه جميله، حازم، ده مؤسف، يعني حاجه مؤسفه جدا. الكلام احنا بنشوفه ازاي؟ بس دي مشكله يعني ينزل الملعب والامور صعبه، ودي واحد اهو نايم، هو ده ما اعرفش ده ايه، ده اتضرب ولا سورق ولا ايه، يعني عمليه صعبه جدا يا جماعه بصراحه. يعني احنا شايفين منظر غريب جدا، دي حاله انفلات غير طبيعيه. وانا قلت يعني المشكله كلها هي سلوكيات يا حازم، سلوكيات شعب. يعني لابد ان احنا يبقى عندنا القدره على التحكم في اعصابنا، نمره واحد، لان زي ما قلت لك ان احنا بنعيش اجواء متقلبه ومتغيره وسريعه جدا. الجماهير الذي اغمى عليه داخل الملعب هو نزله الملعب اصلا، يعني نزله طبعا، عمليه صعبه. يعني احنا بنجر نفسنا زي ما قلت لك لامور مش المفروض انها تبقى موجوده في مصر، حتى مش في الملاعب. يعني احنا بنعيش حاله انفلات غير طبيعيه، انفلات اخلاقي، انفلات سلوكي، ما يشبه موضوع امني. يقول لك الامن ومش الامن، الامن موجود اهو، ما الامن موجود. هو مش ممكن الامن يجري ورا العيال دي. معانا السيد متولي يعطينا الاخبار. شنو فيها سيد هناك؟ خبرنا. زي ما قلت لك قبل المباراه يا كابتن حازم ان الالعاب الناريه هي كلمه السر في العبور بهذا اللقاء لباب الامان. يمكن نزل مجموعه من جمهور النادي المصري لارض الملعب. بدا الموضوع بان احد المشجعين نزل ومعاه شمروخ كان عايز يتوجه بيه ناحيه جمهور النادي الاهلي. بدا الامن يحاول السيطره عليه، نزل اكثر من واحد. بدات جماهير المصري من المنطقه المواجهه للمقصوره والمنطقه اللي خلف مرمى الشناوي في الشوط الاولاني في اطلاق الصواريخ تجاه جنود الامن المركزي اللي موجودين في ارض الملعب. بعد كده توجه مجموعه ناحيه جمهور النادي الاهلي بمجموعه من الصواريخ، وبداوا وهم من داخل ارض الملعب في اطلاق الصواريخ تجاه جمهور الاهلي. بدلهم جمهور الاهلي ايضا باطلاق صواريخ على ارض الملعب وعليهم وعلى جنود الامن المركزي. لكن خليني اقول لك يا كابتن حازم ان في هذه اللحظه مجموعه محترمه من التراس المصري نزلت في المنطقه اللي خلف المرمى، وبداوا يعني يشكلوا كده زي نوع من انواع اللجان الشعبيه، وطلبوا من الامن المركزي انه يبعد تماما. وحاليا التراس المصري بيسيطر على الموقف تماما، وهو اللي بيطلع المجموعه اللي نزلت ارض الملعب الى المدرجات مره اخرى. والوضع حاليا هادي تماما، ربنا يستر والموضوع يكمل بهذه المسؤوليه اللي فعلا مجموعه قيادات التراس المصري بتتحملها. نعم، يعني الموقف الحالي الان يعني من خلال الامن كيف تصف لنا؟ نحن نتابع معك الصور، يعني الانطباع اللي موجود هناك. كابتن حازم ان الامن بدا يعود الى مكانه اللي بيدير الامور دلوقتي داخل ارض الملعب. قيادات الالتراس المصري هي اللي بتتعامل مع اي حد بينزل الملعب وبترجعه الى المدرجات مره اخرى. والامن المركزي والشرطه بعيده تماما
ولذلك انا بقول لحضرتك ان فعلا القيادات الاطرس بتتحمل المسؤوليه الكبيره اللي عليها، وهم اللي بداوا يسيطروا على المجموعه الخاصه اللي موجودين في ارض الملعب. لكن لا زال برضه الالتراس وبيطلق الالتراس المجموعه من المشجعين المصري اطلاق الالعاب الناريه تجاه الجنود الامن المركزي اللي قاعدين لا حول ولا قوه لهم باي شيء. يعني هم قاعدين في اماكنهم ولا زال برضه بيطلق يعني العاب ناريه، والاسعاف كل شويه طبعا بتشيل حد من اللي بيصاب من الالعاب الناريه دي. نعم، اذا سيد سنكون معك في اي جديد يطرأ، لكن ما شاهدنا اللقطه في بدايتها من احد الصبيه اللي نزل بالشمروخ، ممكن شاهدها مصطفى بدران في اللقطه اللي حدثت هذه البلبله مع هذه اللقطه. يعني ماذا يريد هذا الصبي في هذه اللقطة التي نراها بطريقة يعني تعبر عن سوء سلوك، سوء أخلاق. في المقابل أيضا أرى أن بعض الإعلام ربما يشجع هذه الأمور بطريقة غير مشينة. شاهدنا مباراة الزمالك وأنبي عندما نزل أنبوبة راحوا القنوات الإعلامية عملوا معه لقاءات وتزاحموا فأصبح الطريق لشهرة، وهذا المنظر يعني المفروض لو يتحبس وياخذ جزاء. يعني المشكلة حازم هذه لقطات شوف هذا المنظر. يعني شنو الموقف هذا؟ شو بيعمل؟ شنو الحل؟ يعني عامل بيروح جمهور الأهلي ده رايح إسعاف؟ لا مش عارف رايح فين. والله يعني العملية ما عرفناش عاوزين ايه، يعني ما هو الحل؟ بيدور على حد قريب الظاهر بالضبط. يعني موقف غريب جدا. هل هذه هي الحرية اللي يناشدوها الناس؟ ما اعتقدش. هذه مش حرية. الحرية عندما تكون في تسيب بتكون في خطر، لأن في ناس مش مسؤولة على هذا الوضع. قولها بكل أمانة. الحقيقة مشكلة كمان. دول يحبوا مصر؟ لا طبعا. بص هقول لك حاجه، المشكله يعني شوف حتى رجال الامن والله ناس من الشرطه بص ده بيعمل ايه؟ ادب يتكلم ويحاول. كان الاول كان بياخد 100 قلم على وشه فاهمني ويخش الحبس، انما دلوقتي انت ما بتبقاش تقرب منه لان خلاص بقى هو محمي من البهوات اللي في المدرج. انت فاهمني يا حازم؟ يعني انت كامنيا بتحبش تتدخل عشان ما تثيرش الناس. طب هنفضل لغايه امتى كده؟ ما نثيرش الناس. طب هم بيثيروا الناس.